بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، لما تلاقي نار البوتاجاز عاملة كده تمام وانت لسه مركبة الأنبوبة، اعرف ان الأنبوبة الغاز فيها مش كويس. تمام، خاصة تعبية محطة بسنديلة هنا في الدقهلية، مفيش لا ذمة ولا ضمير ولا أمانة، بيعبوا الأنابيب هباب. نملى الأنبوبة ب255 جنيه وبالوضع ده تبوظ المنظم وتبوظ البوتاجاز، واللي هيركبها على سخان هتبوظه. سخانات الغاز العيب مش في الفني، العيب مش في الفونيا، العيب مش في السخان، العيب مش في اي حاجة تانية، العيب في الغاز القذر اللي بتعبيه محطة بسنديلة واللي زيها، اللي ما عندهمش لا ذمة ولا ضمير، فبيعبوا غاز قذر غير صالح للاستخدام، عشان ما بينضفوش المصافي ولا بيعملوا الصيانة اللازمة للمحطة. دي عين اهي، والعين التانية برضه هتبقى نفس النظام. شايفين العين والنار عاملة ازاي؟ ده من الغاز الوسخ. لو حد واثق من بوتاجازه وفجأة لقى كده، يعرف ان الانبوبة الغاز مش كويس، لا يجيب فني ولا يعمل مشكلة مع السريح الفقير اللي شال الانبوبة وجابها وعمل كل الكلام ده، لانه ملوش دخل. المشكلة كلها من المكان اللي بيعبي الانابيب اصلا، المصنع نفسه. واللي عنده غاز طبيعي يحمد ربنا على النعمة اللي عنده. تمام، وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد صالح، لكرن الزاهلية، 0 100 5 3 9 3 6 5 2 0 1 5 9 11 0 7 7 0. صيانة الثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية، ودي نصيحة لله لوجه الله سبحانه وتعالى، عشان بيقابلنا مشاكل كتير بيسألوا عن البوتاجاز والمشاكل ديت، وبيغير فني واتنين وتلاتة وعشرة، وبيتهم الفن انه مش كويس، وبيتهم المصانع بتاعت البوتاجازات انها مش كويسة، وبيتهم مصانع الغاز، مصانع السخانات الغاز انها مش كويسة. وللأسف المشكلة الكبرى في شركات تعبئة الأنابيب، شركات تعبئة اسطوانات الغاز، بيعبوا غاز مش كويس. واحنا في الدقهلية هنا بنعاني من شركة بسنديلة، أنبوبة ناقصة، غاز قذر، وللأسف مش عارفين ايه الحل. هل يتعمل مشكلة والشركة تتقفل؟ طب ما مش هنلاقي غاز. الحل في الضمير للمسؤولين اللي شغالين في الشركة، ينظفهم ويعملوا صيانة لمصافي الغاز عندهم. شايفين التغير العين نفسها واحنا بنتكلم. اول لما تفتح تلاقي شوية الغاز اللي طلعوا اللي ترسبهم في الخرطوم كويسين شوية، بعد كده تلاقي المنظر ده. وفي انبوبة تانية كمان جاية، لو ركبتها الاقي نفس النظام.
مع ان الانبوبة اللي فاتت كانت جميلة جدا جدا جدا. فمحدش يشك في البوتاجاز بتاعه، ومحدش يشك في السخان بتاعه طالما كان كويس قبل تركيب الأنبوبة. يا رب تكون رسالتي وصلت ونصيحتي وصلت، وربنا يهدي الناس وتعمل بيها. دمتم سالمين في رعاية الله.